في محافظة الجيزة وتحديدا في منطقة العياط. مستشفى العياط العام استقبلت حالة طوارئ. جثة الواحد اسمه عيد، عامل بسيط في مصنع الطوب، عنده 36 سنة، متجوز، اسم الزوجة فادي. مراته كانت واقفة منهارة: يا دكتور جوزي أكل أكلة مسمومة، مش عارفة إيه اللي حصل. لكن الدكاترة لاحظوا إن القصة مش داخلة دماغهم. يا مدام جوزك ما ماتش من أكلة مسمومة، ده كان مطعون أكتر من طعنة. فادي حاولت تلف وتدور وبتقول ما كنتش في البيت يا دكتور، رجعت لقيته كده. بس الشك بدأ حوالين فادي، وخصوصا لما الشرطة وصلت، وأقوالها في التحقيقات كانت غير اللي قالتها في المستشفى. بعد 6 ساعات من التحقيق انهارت فادي واعترفت بكل حاجة، وبتقول أنا اللي قتلته، بس مش لوحدي. القصة اللي قالتها كانت زي الصدمة. مين شريكي؟ عصام أخو الضحية. فادي بدأت تحكي والعقدة كلها اتفكت. عيد راجل على قد حاله، شغال في مصنع طوب، مشغول بين شغله وعيلته. أما عصام كان غايب عن البلد لمدة 14 سنة، كان شغال في ليبي، ولما رجع ما كانش عنده بيت يقعد فيه. عيد قال لفادي ملوش غيريني، هيقعد معانا لحد ما يرتب نفسه. لكن فادية ما كانش عارفة ان وجود عصام هيقلب حياتهم بالشكل ده. عصام بدأ يعيش معهم في البيت، وكان بيساعدهم في حاجات كتير في البيت. مع الوقت كلامه مع فادي ابتدى يبقى فيه غزل، وفادية في الأول كانت بتمنعه ما تعملش كده تاني. لكن الحقيقة جواها كانت مبسوطة من الكلام ده. كل مرة عصام يكرر الكلام، الحدود بينها وبينه بدأت تختفي، وبتقول كنت مستنياه يقول لي الكلام ده تاني. وكل ما عيد يخرج للشغل فادي وعصام كانوا يتقابلوا اكتر. عيد بدأ يحس ان في حاجة غلط. اولا في ست منقبة بتروح وتاجي على فادي، فسألها مين الست دي؟ ردت فادي وقالت له دي قريبتي من بعيد. بس عيد ما اقتنعش بالكلام ده، وخصوصا لما لاحظ ان عصام بيقضي وقت كتير في البيت. لما بدأ يواجه فادي وعصام قرروا يتخلصوا منه نهائي. الخطة كانت كالتالي: عصام يجيب مخدر او سم، فادية تحطه له في الاكل. لكن اللي ما كانوش متوقعينه جسم عيد كان قوي، والسم ما أثرش فيه زي ما تخيلوا. اتصلت بعصام: الحقني يا عصام، السم ما أثرش في أخوه. عصام جري على البيت، ولما شاف عيد لسه عايش استخدم الخطة البديلة. مسك عيد وخنقه وبإيده، وبعدها طعنه أكتر من طعنة علشان يتأكد إنه مات. فادية بعدها نقلت الجثة بتوك توك وودتها للمستشفى، وقالت أكل أكلة مسمومة قتلته. لكن الكاميرات في المستشفى فضحته. عصام كان معاها وهي داخلة بالجثة. الشرطة ما أخدتش وقت كتير. فادية انهارت في التحقيقات وقالت عصام كان عشيقي، وأنا اللي ضغطت عليه علشان يقتل أخوه علشان نعيش مع بعض. عصام اتقبضوا عليه في كمين، وأول ما واجهته الشرطة باعترافات فادية اعترف هو كمان: كنت بحبه، وهي قالت لي لازم أقتل عيد لو كنت عايز أعيش معاه، لو كنت عاوز تعيش معاه. كل حاجة بقيت واضحة. القصة طلعت أبشع من أي حد يتخيل. المتهمين مثلوا الجريمة قدام الشرطة. الناس في البلد كانوا واقفين والغضب مليهم. إزاي أخ يخون أخوه بالشكل ده؟ وإزاي واحدة تبيع جوزها بالشكل ده؟ المحكمة ما خدتش وقت طويل. الأدلة والاعترافات كانت واضحة، والحكم كان الإعدام شنقا الفادي وعصام. الخيانة لما بتدخل بين الناس بتكسر كل حاجة. عيد كان راجل بسيط وما كانش يستاهل النهاية دي. لكن السؤال اللي يفضل مطروح: هل كان لازم عيد يدخل أخوه حياته؟ وهل الطيبة الزايدة ممكن تبقى سبب نهايتك؟ لو القصة دي أثرت فيك شاركنا برأيك. سلام.